السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة أيوشا هوم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش، حلوة قوي وهشة جدا من جوه، تقطميها كده تسمعي التكة بتاعت القطمة بتاعتها. مش محتاجة مننا غير كوباية شاي بلبن نسقي فيها كده وبس كده. تعالوا نشوف الطريقة. لكن قبل ما نشوف الطريقة، أنا آية رشاد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نشوف الطريقة. يلا بينا. عندنا هنا المقادير بتاعتنا. عندنا كيلو من الدقيق، هنحتاج عليه 2 كوباية من السمنة، أو كوباية سمنة وكوباية زبدة، أو سمنة وزيت، كله شغال ومعانا وكله ماشي. انا هستخدم 1.5 كوباية عشان انا عاوزاها ناشفة شوية، لكن المقدار المظبوط 2 كوباية سمنة لكيلو من الدقيق. عندنا كمان 2 معلقة لبن بودرة، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة ريحة كحك، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، وكوباية من اللبن. اول حاجة هنعملها، هنحط الخميرة على اللبن ومعاها معلقة السكر وندوبهم مع بعض كده، عشان بس نتأكد ان الخميرة شغالة ونتأكد ان هي بتتفاعل. ولازم يكون اللبن دافي، مش سخن خالص ولا ساقع خالص، عشان ما نموتش الخميرة بتاعتنا. هنقلبهم مع بعض ونركنهم في جنب ونكمل بقية الحاجات بتاعتنا. عندنا هنا الدقيق كيلو، هنحط عليهم ريحة الكحك، وهنحط عليهم رشة الملح، وهنحط عليهم لبن البودرة، وهنقلبهم مع بعض كده، وهننزل عليهم بالسمنة والزيت بتوعنا. لو عندك عجان استخدميه، لكن برضو احنا هنحتاج نستخدم ايدينا في كل الحالات. هنبتدي نقلب السمنة مع الدقيق، وهنبتدي نفرك بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بين راحة ايدينا. هنفرك الدقيق مع السمنة، عايزين الدقيق يشرب كل السمنة، يبقى مفيش ولا ذرة دقيق من غير سمنة. عاوزينه زي بالظبط كده الرمل، بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. هتفضلوا تدعكوا فيهم بين ايديكوا كده لحد ما تلاقوا الدقيق كله اتشرب السمنة كلها، ومفيش اي حاجة من الدقيق من غير سمنة. حتى لو هتشتغلي بالعجان، هتحتاجي برضو انك تستخدمي ايديكي، لان العجان مش هيوزع معاكي السمنة مع الدقيق بالشكل المظبوط، فبرضو هتحتاجي تستخدمي ايديكي. وحاولي توصلي كل السمنة للدقيق. بعد ما نخلص ونتأكد ان كل السمنة اختلطت بالدقيق، هننزل بقى باللبن بتاعنا والخميرة ونبتدي نعجن. هي مش بتاخد وقت في العجن، خبطتين كده هتبص تلاقي العجينة سابت من ايديكي. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ العجينة خلاص سابت من ايديا. هبدأ بقى ألمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين العجينة بعد ما خلصتها كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التقطيع اللي فيها ده مش مشكلة، اول ما تخمر التقطيع ده هيروح معانا خالص. هنلمها كده زي ما انتوا شايفين، وهنغطي عليها بقى بالاسترتش او بفوطة زي ما تحبوا. انا هنا غطيتها بالاسترتش، وكمان هغطي عليها بالفوطة، وهسيبها حوالي ساعة لاننا في الشتاء. هسيبها تخمر براحتها. هنا بعد ما عدى ساعة عليها كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتعرفي منين ان هي خمرانة؟ هتلاقي الهواء معبي تحت الاسترتش اللي انت حطاه، وهتلاقيها تضاعف حجمها. هنبتدي بقى ناخدها واحدة واحدة كده، ناخد منها حتة ونبتدي نعملها بالطول. وما تستخدموش بطاطا يا جماعة بايديكم، وما تفضوش التخمير من العجينة. هنبتدي نبططها كده بالسمك اللي انتوا عايزينه.
زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب بقى اي قطاعة ونسوي الاطراف بتاعتنا. والعجين ده هنستخدمه تاني، مفيش حاجة بتترمي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي بقى اقطعها طبعا بالسمك والطول اللي انت حباه. زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ارصها في الصينية. ممكن تحطوا في الصينية ورق زبدة لو حابين، انا مش هحط. وهرصهم واحدة جنب واحدة كده في الصينية بتاعتي. بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحدة حتة كده، هنبتدي نبططها بعيد عليكم تاني. ما تفضوش التخمير من العجينة، ولا تبططوا بأي بطاطة، بإيديكم بس كده. هنسوي الأطراف. وطبعا قطعيها بالشكل اللي انت عايزاه، لو عندك قطعات وحابة تقطعها شكل هلالي شكل مايل اللي انت عايزاه، بالطول والحجم اللي تحبيه. بالشكل ده هنبدأ نرصها بقى في الصينية ونكمل الصينية بتاعتنا. انا هكمل الكمية كلها وبعد كده هرجع لكم. هنا بعد الكمية كلها ما خلصتها، الكيلو دقيق عمل معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هدخلها بقى الفرن لمدة 10 دقايق في الرف الأوسط. هتاخد معايا من 10 دقايق ل12 دقيقة، وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شوية قراقيش عسل 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 عسل. شايفين؟ واخدة لون حلو من تحت. سامعين يعني من غير ما تسمعوا كده، شايفين التكة بتاعتها وهي بتتقطم كده؟ تحفة. هشة جدا من جوه وطعمها خرافي. تحفة جدا، جربوها وهتعجبكم. طبعا دلوقتي مش محتاجين اكتر من كوباية الشاي بلبن بتاعتنا، ونبتدي نسقي فيها القراقيش بتاعتنا بقى وناكل بالهنا والشفا. حاجة كده عظمة جدا. شوية قراقيش حاجة كده فاخر من الاخر يا جماعة. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. وقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة أيوشا هوم. في رعاية الله. مع ألف سلامة.